وفلاش تربو كنا طلعنا قبل كده وقلنا ان احنا هنطلع ونجربه تمام، ونشوف الاضاءه بتاعته عامله ازاي ونشرحه شرح على السريع. وطبعا علشان نجرب الفلاش لازم يكون معانا البطاريه، ودي البطاريه اهي تمام. خلينا نجرب الفلاش ده. الفلاش اهو يا جماعه تمام. ودي طبعا البطاريه بتاعته 2500 ملي امبير، يعني حرفيا البطاريه تشحنها مره واحده وتغيب تصور معاك اكتر من حفلتين او 3 حفلات كحد اقصى. وخلينا نركب البطاريه بالشكل ده كده تمام. طبعا الفلاش بيفتح من الزرار ده اهو كده، الفلاش فتح اهو تمام. وخلينا نجرب الاضاءه بتاعه الفلاش. والفلاش ده يا جماعه فيه ميزه مميزه جدا جدا جدا، في حاجه اسمها الواي فاي هنا تمام. الواي فاي ده بتتصل بالكاميرا او باي كاميرا، بيتصل على كاميرات نيكون او كانون، بيشتغل على كاميرات نيكون او كانون الفلاش ده. وطبعا في حاجه اسمها واي فاي، الواي فاي ده بتتصل بالكاميرا بدون تليجر بدون اي حاجه، والفلاش نفسه عليه 4 قنوات للحاجات دي، فتقدر تشغل الفلاش ده على الكاميرا بدون تليجر او بدون اي حاجه، انك تحط الفلاش على مثلا على اوكتا او على مثلا سوفت بوكس، وطبعا تصور بدون اي تليجر او بدون اي حاجه، بتوصله عن طريق الواي فاي بالكاميرا. وطبعا الفلاش ده مميزاته كتيره جدا جدا جدا، احنا شرحنا قبل كده على اليوتيوب، هنسيب لكم الرابط بتاع اليوتيوب هنا في الفيديو ده، خشوا واتفرجوا على الحلقه. الفلاش ده فيه مميزات كويسه جدا، في كمان ميزه كويسه جدا ان انت لما تيجي تصور كده طبعا بيصفر زي ما انت شايف كده، ولما بيجمع بيديك صفاره ثانيه ان هو خلاص جمع تمام. طبعا لو احنا وطينا جبنا الفلاش كده على اعلى حاجه وحاولنا ان احنا نصور، بصوا الفلاش لما يجي يجمع بيديك زماره يعرفك ان هو جمع. وكمان قدام كده في حساسات، الحساسات دي على الوضع الاوتوماتيك اللي هو التي تي ال على المانوال، اللي هو الوضع التي تي ال ده اللي هو الاوتوماتيك على الفلاش ده، بيخلي الفلاش يشتغل تلقائي في الضلمه. لو انت بتصور في حته ضلمه هو بيظبط اضاءته مع نفسه، ولو انت بتشتغل في حته فيها نور كويس هو برضه بيظبط اضاءته مع نفسه. وده كده كان شرح على السريع للفلاش وعلى تشغيله، وتشغيله ممتاز جدا، اضاءته قويه جدا جدا جدا، واحنا شارعينه شرح كامل على اليوتيوب، تقدر تتفرج على الحلقه. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك للقناه، وما تنساش تصلي على النبي. يلا صلوا على النبي.